في مباراة عادت إلى أذهان كل عاشق لكرة القدم أيام الزمن الجميل، وفي المباراة الثانية لمدربه الجديد البرتغالي كونسيساو، وبريمونتادا تاريخية فاز ميلان على غريمه التقليدي انتر ب3 أهداف مقابل هدفين، ليتوج ميلان بكأس السوبر الإيطالي للمرة الثامنة في تاريخه، وللمرة الأولى منذ 2016 في نهاية الجيل الذهبي للروسينيري. لقب جديد سيعيد الحياة لجماهير ميلان بعد سنوات من المعاناة والانتظار، فيما أعطى البرتغالي كونسيساو درسا تكتيكيا قاسيا لإنزاغي في كيفية التعامل مع المباراة وفي واقعية اللعب. ليبقى السؤال الذي يطرح نفسه: هل يستطيع البرتغالي إعادة الروسينيري إلى سابق عهده ومقارعة كبار أوروبا، أم أنه حماس البدايات فقط؟